كنت بقلب في كتاب التاريخ. فجأة دماغي وقفت. هي الأرض دي جت منين أصلا؟ يعني هي طلعت فجأة كده؟ اسأل الكون يجاوبك آريان. في نجم ضخم جدا حوالي 8 أضعاف شمسنا دلوقتي، العلماء بيطلقوا عليه نجم السوبر نوفا السلف. طب هو يعني إيه السلف؟ عارف إن جه في بالك دلوقتي إنه كان بيستلف كتير، بس لأ. سلف في اللغة العربية معناها اللي جه قبل كذا. طب أنت ما استنتجتش حاجة من الكلام ده؟ نجم وسوبر نوفا وسلف. الله ينور عليك، بالظبط كده. هو النجم اللي اتكون منه الشمس بعد ما مات. أيوة، بعد ما مات. انت عبيط يا مازن، نقص تقولنا ترحموا عليه. تعالى يا عم شدلك كرسي واقعد هفهمك كل حاجة من ألف للياء. يا عم خليني معاك للآخر، كمل. انت لو مركز هتلاقي في اسم النجم اللي احنا اتكلمنا عليه ده حاجة غريبة اسمها السوبر نوفا. انا عادتها ما جاش في بالي انها ليها معنى. يا عم امال انا موجود ليه؟ اي حاجة تقف معاك اسألني، وانت كمان أي حاجة مش فاهمها أو عايز تعرفها اسألني في الكومنتات. سوبر نوفا ده يا باشا معناه انفجار النجم الكبير أوي، أكبر من الشمس، والعلماء بيطلقوا على العملية دي موت النجم. طب ده بيحصل ازاي؟ بص يا معلم، أسألك سؤال. هو النجم بيعيش ازاي؟ يعني بيجيب أكله منين؟ أقصد يعني طاقته. انت كنت قايل الحلقة اللي فاتت ان النجوم اكلها وشربها هو الهيدروجين، بتدمجه مع ذرات الهيدروجين التانية عشان تدمج طاقه وحراره، تطلع النور اللي احنا شايفينه. والطاقة دي هي اللي بتخلي النجم يتنفخ. يا عم ما انت مذاكر اهو، أمال كنت بتتغابى ليه؟ زي ما انت قلت كده، أكله وشربه ونومه هو الهيدروجين. طب ما جالكش سؤال في دماغك؟ طب لو الأكل ده خلص هنعمل إيه؟ هيموت من الجوع يعني؟ جوعتني. ما تقاطعنيش بقى. النجوم زي الإنسان لما ما تلاقيش أكل بتشوف إيه اللي موجود في الجسم، إذا كان سكر أو دهون تتغذى عليه. والنجم بيشوف الهيليوم والكربون، بس دول دمجهم صعب عشان دول أصلا ذرات ثقيلة. وهنا النجم بيدخل في سن اليأس، بعد ما خلص كل الحاجات اللي كان مخزنها لجأ للقلب بتاعه. وقلب النجوم من حديد، يعني اللب الداخلي شبه الصورة اللي قدامك كده بالظبط. وده مش تعظيم، خد بالك، هو بيبقى قلبه من حديد بجد. ابعت الفيديو ده لصاحبك وقول له انت نجم، عشان تختبر هو بيفتح اللينكات اللي انت بتبعتها ولا لأ. لو رد عليك وقال لك اسأل الكون يجاوبك أوريون، يبقى كده اتفرج على الفيديو. نرجع للموضوع. طب هو ينفع الحديد يندمج مع بعضه؟ لأ. فالنجم يحصل له ايه يا معلم؟ ها؟ ايه يا عم بكلمك. ايه جعان. بعد ما اخلص تصوير هبقى اعمل لك كرات البطاطس المحمرة، بس ترد على سؤال. ماشي يا عم. النجم بدل ما كان بيتنفخ من الطاقة، مش هيلاقي حاجة تنفخه، فهينهار على نفسه، والجاذبية تكسب، ومن الضغط ينفجر. صح؟ اه صح، ولو مش فاهمها اتخيل بالونة كانت منفوخة وجواها كورة حديد، وخرجت منها كل الهواء اللي كان فيها، وقعدت تشفط 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 بس جامد. البالونة هتفرقع صح؟ الأمر مختلف شوية. الجاذبية بتبقى كبيرة لدرجة صعبة فبتخلي الحديد والحديد المنصهر ايه ينفجر. طب بيطلع من النجم بعد ما ينفجر ايه؟ لو هو كبير بيطلع منه سديم، ولو ما تعرفش ايه هو اتفرج على حلقة ولادة النجوم. وبيطلع دهب، حديد ومعادن كتير بقى من اللي قلبك يحبها. وبعد حبة حلوين جزء من السديم ده بيكون شمسنا، وباقي السديم بيلف حوالين الشمس بفعل الجاذبية. والسدم القريبة من الشمس الهيدروجين فيها بيتبخر، وبيفضل الغبار الكوني بس. وبيفضلوا يندمجوا مع بعض ويخبطوا في بعض بفعل الجاذبية، ويكونوا الصخور الكونية. واتكونت الكواكب الصخرية اللي هم العطارد والزهرة والأرض والمريخ. طب الحديد كان موجود في الأرض من الأول ولا لا؟ هخلي القرآن يجاوبك بمعجزة من المعجزات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أنزلناه هنا ربنا بيقول نزلنا الحديد من السما مكونش في الأرض، عشان الأرض ما كانش فيها الظروف اللازمة لتكوين الحديد في وقتها، ومعنى فيه بأس شديد لأنه من أقوى المعادن والأسلحة، ومنافع للناس معناها الناس بتستنفع بيه في كل حاجة. كل حاجة في حياتنا بنستخدم فيها الحديد. هتلاقي معظم الحاجات اللي في أوضتك من الحديد، وفيها جهاز ترتيبي صورة الحديد رقمها 27، وده قريب جدا من العدد الذري، والآية 26، وده قريب جدا برضك من العدد الكتري. طب إيه هي الكواكب الغازية دي؟ بسمع عنها كتير بس مش عارفها. هي السدم اللي كانت بعيدة عن الشمس، وما تبخرش فيها الهيدروجين والغازات، واتجمعوا مع بعض بفعل الجاذبية برضك وتكون. ودول خد بالك يعتبر نجوم بس صغيرة. ولو عاوزني أعمل لك حلقة عن ليه الكواكب دي ما تحولتش النجوم، اكتبلي في الكومنتات. وده خد بالك من أصعب الأسئلة وأسهلهم برضك في نفس الوقت وأجمل الأسئلة. بس كده. طب ما يا عم، الموضوع سهل أهو. أمال كانوا بيقولوا الفضاء صعب وإلحاد ومش عارف إيه. أي خدمة يا عم، ما تنساش اسأل الكون. يجاوبك أوريون. يلا اقفل.